تندوف. اليوم المنتظم الدولي يتجه في اتجاه واحد. حنا كنتكلموا على دول عظمى، لما كنتكلموا على فرنسا تمتلك حق الفيتو تعترف بمغربية الصحراء، نتكلم على أعظم دولة في العالم وهي أمريكا وتمتلك حق الفيتو والقلم المحرر في الأمم المتحدة تعترف بمغربية الصحراء. روسيا كيفاش كتشوف واخا تعرف اسمك سي تحفه ولا ما تفضل؟ لا اسمي تحفة، اسمي الحقيقي تحفة. تحفه والله، تبارك الله عليك، اسم جميل، اسم جميل جدا. واش اخي تحفه، واش كتشوف بانه الولايات المتحدة باعتبارها القلم الذي يكتب قرارات الأمم المتحدة كما وصفته، هل نجح في تغيير الوضع داخل الأمم المتحدة بالنسبة للصحراء؟ مع الأسف يعني رغم الاعتراف لم يتبدل شيء، لم يتغير شيء. لا، تغيرت لغة الأمم المتحدة 180 درجة، والدليل هو أن وزارة الخارجية الجزائرية خرجت في بيانات متعددة، مع صنيعتها البوليزاريو خرجوا كذلك في بيانات متعددة يدينون قرارات الأمم المتحدة، وهذا ما لم يسبق للجزائر والبوليزاريو. وهنا نتأكد بأن والأمم المتحدة إذا ما قرأت القرارات التي صدرت، يعني تقريبا أنا أتكلم منذ 2007، ولكن يعني القرارات الصادرة منذ 2014، لما كيخرج القرار ديال الأمم المتحدة ويقول لك تقرير المصير بطريقته الكلاسيكية أصبح متجاوزا في قضية الصحراء. ماذا ما هي الطريقة الكلاسيكية؟ هي ما تدعو إليه الجزائر بتنظيم الاستفتاء. وهذا قال جيمس بيكر فيما قبل، قد عرض جيمس بيكر عرض خطة فيها 5 سنوات من الحكم الذاتي ثم تنظيم استفتاء. نعم، ولكن جيمس بيكر عرضها لك الساقية الحمراء بأن استحالة تنظيم استفتاء في الوضع الراهن. وعرض عليك الوثيقة الساقية الحمراء وعرضها يعني من موقع الأمم المتحدة، وللأسف يعني المحاور الذي كان يحاوره يكذب موقع الأمم المتحدة، وهذا غريب في الأمر. اليوم كنت كنقول بأن لما تجد أن الدولة الجزائرية تدين قرارات الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة اليوم يعني تكيف القضية على أساس أنها على أساس أنها أمر يتعلق بالأمن والسلم العالمي فقط، ليس على الأمم المتحدة. اسمح لي، لا، الأمم المتحدة تصف قضية الصحراء بأنها منطقة متنازع عليها. أنا أتكلم لك عن القرارات الصادرة مؤخرا، هي تقريبا تذهب في هذا المنحى على أساس أنها تصنف هذه القضية في أنها تهدد الأمن والسلم العالمي فقط. ما تتكلم هل الأمم المتحدة ماذا تقوم من أجل إجراء الاستفتاء؟ ما هي الآليات التي تقوم بها الأمم المتحدة، وما هي التدابير التي تقوم بها الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء؟ لا شيء. حتى المينورسو التي اسمها يعني تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، اليوم يعني القرارات اللي كيصدرها الامم المتحده والتوصيات اللي كتعطيها الامم المتحده هي مراقبه يعني وقف اطلاق النار فقط. بالتالي هل شايف بان الامم المتحده ما زالت يعني جمعيه او مؤسسه مخوله لحل النزاعات في العالم؟ شوف، في الحقيقه الامم المتحده لحدود الساعه فشلت في كثير من القضايا، وما استطاعتش انها تحسن في كثير من القضايا. ولكن في الحقيقه شنو هي الامم المتحده حتى نكون واضحين؟ هي دول. اليوم مجموعه من الدول اللي هي الامم المتحده يعني تم خلقها بعد الحرب العالميه الثانيه لتجنب حدوث حروب اخرى، لكن احنا شفنا بعد الحرب العالميه الثانيه عدد الحروب اللي وقعت واللي مازال كتوقع. امر واضح. ولكن في الحقيقه شنو هي الامم المتحده حتى نكونوا واضحين؟ هي دول وقرارات دول ومواقف دول حسب مصالحها. اليوم المصلحه الدوليه دول معينه، يعني دول الاعضاء الخمس الدائمه في مجلس الامن. ولهذا هذا هو الطرح الذي ذهبت فيه منذ البدايه. لما اليوم اتكلم على فرنسا تمتلك حق الفيتو تعترف بمغربيه الصحراء، امريكا تمتلك حق الفيتو والقلم المحرر تعترف بمغربيه الصحراء، المغرب استطاع تحييد الموقف الروسي الذي كانت تعول عليه الجزائر. اليوم روسيا تقوم لا تصوت في قرارات في القرارات المتعلقه بالصحراء الغربيه، تلتزم الحياد. الصين كذلك تلتزم الحياد. بريطانيا تعطي اعترافات ضمنيه، وحتى هي في المستقبل ستعطي اعترافا يعني واضحا مثل ما اعطته فرنسا وبريطانيا، فرنسا وامريكا. وبالتالي ما الذي تنتظره الامم المتحده اذا في هذا المجال؟ الملف متوجه نحو الحسم، وهذا ما قاله التقرير يعني لمركز الدراسات التابع للبنتاغون، واللي كيعطي توصيات للبنتاغون في امريكا. قال بان هذا الصراع انتهى لصالح المغرب.
في توصيه في تقرير واضح. طيب انا اخي تحفه، بغيت انه هناك موضوع لهذا اللايف وبغيت ناخذ رايك فيه باش ما نحيدوش عليه، على قضيه الخريطه اللي قدمها نتنياهو والخريطه ديال المغرب مبتوره. شنو رايك؟ في الحقيقه انا لا تهمني الخرائط، لان في القانون الدولي الذي له وقع هي الاتفاقيات وهي القرارات الصادره على المؤسسات وعلى الحكومات. لكن هل يجب الوثوق في او الثقه في شخص مثل نتنياهو ودوله مثل اسرائيل؟ كما قالت الاخت سيليا على ما اظن التي كانت من قبلي، اطوال كان يعني بروفايل ديالها سيليا من قبل. اوكي، ما كنتش عارفه. المغرب لم تهمه يعني من خلال توقيعه العلاقات الثلاثيه مع امريكا واسرائيل، لم يكن يهمه انه يقيم علاقات مع اسرائيل بقدر ما كان يهمه الفيتو الامريكي حتى يتحرك دوليا. لكن مثلا العلاقات مع اسرائيل زادت اجج الصراع مع الجزائر اللي تعتبر طبعا تقول بان اسرائيل هو العدو الاول وكذا وكذا وكذا، يعني حسب الخطاب المسموع في الجزائر. فبزاف ديال الجزائريين كيقول لك المغرب الخطا اللي اقدم عليه هو انه طبع مع اسرائيل، يعني جاب لنا اسرائيل على حدودنا. الى جينا بهذا المنطق انا كنسقسيك، هذا سؤال مجرد سؤال ماشي. الى جينا بهذا المنطق اننا نتدخل في العلاقات الدوليه لدول اخرى، نقول للجزائر لماذا تقيمين علاقات مع ايران وهي التي تحتل 5 عواصم عربيه وهي التي تعيث فسادا في الدول العربيه، واينما وجدت ايران وجد الفساد والخراب. الى جينا بهذا المنطق نحلل بهذا المنطق. شوف الجزائر منذ الاعتراف الامريكي كما قال السيد وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه ترقص رقصه الديك المذبوح. فقط اليوم تبحث عن مبررات وهي اسرائيل. العداء الجزائري هل بدا مع العلاقات انطلاقا من العلاقات المغربيه الاسرائيليه؟ العداء الجزائري يعني منذ مده. لا، ولكن كانت هناك فترات كانت فيها يعني الامور يعني احسن، يعني كانت علاقات في حاله احسن. شادلي بن جديد مثلا كانت العلاقات احسن. فقط كان المغاربه يتجاوزون. ألم يقم بومدين بالمسيرة الكحلة؟ لا، هذه في عهد بومدين، يعني هذه موضوع آخر. هذا فين بدات العلاقات بالتوتر، لكن كانت هناك أنباء تقول بأن الشادلي بن جديد مثلا ولا حتى بوضياف اللي تم قتله كان مستعد أنه يعترف بمغربية الصحراء. وأنت كتقولي تم قتله. ولا يمكن لرئيس أن يحكم الجزائر بدون عداء إلى المغرب. وهذا أمر واضح أصبح عقيدة لدى الجيش الجزائري. هل تعتقدين أن الرؤساء يحكمون في الجزائر؟ باش نكونوا واضحين، راه الشعب الجزائري خرج وقال تبون مزور جابوه العسكر. قالها بصريح العبارة، بل أكثر من ذلك. الشعب الجزائري يعني أنت بالنسبة لك الانتخابات اللي غدا في الجزائر محسومة 100%. بل الشعب الجزائري قال أكثر من ذلك. الشعب الجزائري يصف الدولة بأنها إرهابية وعصابة، قال المخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. اليوم أنا في الحقيقة أوجه رسالة للمغاربة، لا تلوموا الشعب الجزائري. الشعب الجزائري قام ما عليه، نادى واستغاث وقال ما قال. الشعب الجزائري أقول بأنه لا يجب أن نترك الشعب الجزائري يواجه مصيره لوحده أمام هذا العسكر. اكيد بان الشعب الجزائري اخوتنا، وانا كنعرف بزاف ديال الجزائريين اللي هما قراب بزاف من المغاربه ومستعدين يدافعوا على المغاربه اكثر من المغاربه نفسهم. لان الشعب الجزائري حتى هو خرج وفي مسيرات وقال ما قاله ورفض ما يقوم به النظام، بل حتى يرفض التواجد البوليسي. واش كتعرفي انا درسوا معايا جزائريين هنا في فرنسا، والله العلي العظيم الى بوليزاريو كيجيو يعني بمنح من الدوله الجزائريه، وجزائريين كيجي هنا خصو يقرا في الصباح ويخدم في العشيه. والبوليزاريو كيجي بمنح من الدوله الجزائريه. والله العلي العظيم كانوا كيدرسوا معايا يعني طلبه جزائريين ساخطين على هذا الوضع. كيقول لك كيفاش انا جزائري لا استفيد من الدوله ديالي وهذا ما عرف منين جاي كيدي المنح وكيمشي كيقرا على حساب الدوله. راه الامور يعني انا زعما صراحه اختلف مع مجموعه ديال الاخوان اللي كيمشيو يدخلوا في مشادات مع الشعب الجزائري، ولكن انا اعتبر بان الشعب الجزائري شعب اخ، واقول بان
لا راه هذا لانك قريتي ومازال موجود في فرنسا، فتعرفتي على الشعب الجزائري وعرفتي ابعاد اخرى، عرفتي ابعاد مختلفه عن الشعب الجزائري، لان ربما من يروج لخطاب الكراهيه من الناحيتين، لان هناك ايضا من يروج لخطاب الكراهيه من الناحيه الجزائريه ماشي غير من الناحيه المغربيه، كيكونوا ناس ما عارفينش بعضياتهم. صحيح هذا الشيء وهذه المشكله، هذه المشكله انا ديالنا. بحكم ابن منطقه الشرق، وبحكم انني يعني اتاحت لي الفرصه انني ادرس في الخارج، ويعني احتك اكبر مع جزائريين. منين في الشرق؟ يعني احنا راه ولاد العم تقريبا. انا مسقط الراس ديال الوالد ديالي من تفوغات، الام من السعيديه. مرحبا بك اخويا. وي قول لي شويه كي راكي، قول لي قول لي هضر لي شويه باللهجه الشرقيه. راكي غايه. راه انا بابا نقادي ما شاء الله عليك. الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه ويوسع عليه ويجدد عليه الرحمات في هذا النهار هذا. فالمهم شكرا اخ تحفه على هذه المشاركه، غادي نحاول نشارك ناس اخرين، ودائما سعيده جدا بمشاركاتكم. والله الا انا دائما وليت كنشعر بسعاده ملي كنكون معكم في اللايف. تحياتي اختي دنيا. تحياتي اخي تحفه، ربي يخليك ربي يخليك، مره اخرى ان شاء الله. نشوفوا الاخ بوتين